بنقول لك هندسة، هو مشروع البهايم اللي أنا شغال فيه ده اه هو اللي أكسب ولا مشروع السمك؟ والله يا عبده، هي في النهايه الاسباب ايد ربنا الاول. ونعمل تمام. بالله. بس مشروع المواشي كويس، ومشروع السمك امن منه وافضل منه. ليه؟ يعني لو احنا ما هنقوله مثلا، احنا عندنا مثلا بسم الله ما شاء الله عندنا تقريبا 23 حته. تمام. لو حته ماتت منهم تبوظهم، لان الحته برقم. أيوه. يعني مثلا البهيمه اللي عندنا دي مثلا وليكن مثلا سوى 70 80 الف جنيه. تمام. يوم ما يموت منهم واحده، ما انت 70 80 الف جنيه خسرتهم في المشروع. لكن يوم ما يموت منك سمكه، ما عادي. مش بفلوس، بجنيهات. أيوه. مات عندك عشرات السمك برضه بجنيهات. ما. فالسمك امن ليه؟ لان السمك انا في ميزه حلوه. انت عندك مثلا في مشروع المواشي، انت ممكن تيجي عند حد معين وتبيع البهيم، سواء أيوه. كان تسمين او سواء مثلا لو انت عايز تبيعه والد، هو ولد واسعاره مش حلوه، فانت مضطر تبيعه لانه مش هيولد كل يوم، أيوه. أيوه. هيولد كل سنه مره. تمام. فالنهارده مثلا انا نويت ابيعها والده، فلو الاسعار وحشه وهي والده فانا هبيع، هبقى مضطر ابيع لان أنا نويت ان انا ابيعها وهي والده. أيوه. ولو هي تسمين هتيجي عند حد معين وخلاص مش هتقبل علف تاني فبرضه هبيعها. لكن السمك بالنسبه لنا، انا اللي متحكم في السوق. يعني السوق النهارده لو مش عاجبني زي سوق المواشي مثلا، ما هو مش عاجبني مثلا ان انا ابيع فيه، مضطر ابيع. لكن في السمك انا اقدر اسيب السمك يوم اتنين 10 شهر شهرين ثلاثه، أيوه يعني. هيكلفني برضو كل حاجه، بس مستني السعر المناسب. مستني السوق اللي هو يبقى مناسب بالنسبه لي، ويبقى كويس ويبقى مجزي بالنسبه لي. فانا اللي متحكم في السوق مش السوق اللي متحكم فيه. أه. ودي احسن ميزه في مشروع السمك عن المواشي وعن الدواجن كمان. كمان. يعني المشروع السمك أأمن وأحسن من مشروع اه المواشي. طبعا اكيد. لو عندك أي سؤال اسأل عبده الباشمهندس يجاوب.